بعد سنوات من رحيله عاد اسم ملك البوب مايكل جاكسون ليتصدر العناوين من جديد، ولكن هذه المرة ليس بسبب الموسيقى أو بسبب قضايا قديمة، ولكن بسبب ارتباط اسمه بأبشع الملفات في التاريخ الحديث، ملفات جيفري إبستين. هل كان مايكل جاكسون مجرد ضحية لتشويه سمعته، أم هناك أسرار لم نكتشفها بعد؟ واليوم سنفتح الوثائق لنعرف تفاصيل القضية. في أواخر سنة 2023 وبداية 2024 رفعت السرايا عن آلاف الصفحات الموثقة عن جزيرة إيفري إبستين وعن شخصيات مهمة جدا، ومن ضمن الشخصيات دي ظهر اسم مايكل جاكسون بالفعل في هذه الملفات. ولكن الحقيقة قد تفاجئك، في سجلات الجزيرة ما ظهرش اسم مايكل جاكسون في ولا رحلة من رحلات الطائرة المتجهة لجزيرة إبستين. وأصلا مايكل جاكسون في السجلات بتاعته كلها مفيش سجل واحد بيقول ان هو كان على الجزيرة او ان هو حد شافه هناك. بشهادة الضحايا، احدى الضحايا الرئيسيات فيرجينيا جوفري، لما سألوها في المحكمة ان هي شافت مايكل جاكسون او كان في بينهم حاجة على الجزيرة، كان ردها قاطع وان هو لأ، وان هي ما شفتوش ولا مرة على الجزيرة. وبمعنى كده ان ده دليل تاني ان مايكل جاكسون بريء، وان مفيش حاجة بتثبت ان هو عمل حاجة مخلة بالشرف او ان هو كان على الجزيرة عامة. ظهوره في الملفات كان مرتبط بلقاء قصير جدا في منزله في بالم بيتش. بيقول الحارس الشخصي بتاعه مات فيتز بيقول ان جاكسون كان بيبحث عن عقارات، وكان لقاءه بين إيبستين كان مجرد جولة عقارية، وانه اصلا دخل المنزل بتاعه بالخطأ، وان الوقت بينهم ما كملش دقيقة. والسؤال هنا ان هو لما كانش موجود في الجزيرة، ايه هي الصور اللي انتشرت بينه وبين إيبستين؟ بعض التقارير بتشير ان مايكل جاكسون كان بيتواصل مع جيفري إبستين اللي كان معروف وقتها ان هو كان مستشار مالي للنخبة، ان هو كان بيستشيره للحصول على معلومات بشأن المشاكل اللي كانت بين مايكل جاكسون وشركة سوني وقتها. هناك نظرية منتشرة في السوشيال ميديا بتقول ان مايكل جاكسون كان بيحاول ان هو يحمي الأطفال من جزيرة إبستين في المزرعة بتاعته اللي هي نيفرلاند، ولكن الأدلة دي مش مؤكدة قوي، لكن اللي مأكدها بس هو تحليلات المعجبين بتوعه. غير كده في ان اصلا مايكل جاكسون مش متورط ولا حاجة، وكل اللي حصل ده كان سوء فهم ما بينهم، وان هو اصلا ظهر في الملفات بتاعته بالغلط، وان مفيش دليل واحد بيأكد ان مايكل جاكسون كان هناك على الجزيرة او كان له علاقة ان هو يأذي حد من الاطفال دي، بل بالعكس هو اصلا كان بيحاول يحميهم بالبداية في الجزيرة بتاعته اللي هي نيفرلاند. ففي النهاية الوثائق بتبرئ مايكل جاكسون وعدم تورطه في جزيرة إبستين، بل بالعكس هو كان جزء كبير في ان هو يساعد الاطفال دي، ويمكن لقائه بإبستين كان بسبب مشاكل مالية. كده بنكون وضعنا مايكل جاكسون في خانة المعارف العابرين زي كتير من المشاهير اللي سقطت اسمائهم من ملفات الجزيرة، وكده بنكون برأنا مايكل جاكسون وانه اصلا ما كانش متورط بالبداية. فالسؤال هنا، هل تعتقد بقى ان ظهور اسم مايكل جاكسون في ملفات الجزيرة محاولة اخرى لتدمير سمعته؟ شاركونا في التعليقات. لو عجبتك القصة اعمل لايك وفولو عشان يوصل لغيرك.